معنا الآن السيد أبو عبيدة الناطق باسم المجلس الثوري بمدينة حلب وريفها. أهلا وسهلا بك سيد أبو عبيدة. أهلا بك سيدي. سيدي الكريم، لو تضعنا في صورة آخر التطورات في حلب وريفها. نعم، ما زالت مدينة الأتارب محاصرة من قبل قوات الأمن والشبيحة، وتواجد أمني كثيف وانتشار القناصة على أسطحة المباني في مدينة الأتارب. وتجدد ليلا القصف المدفعي على هذه المدينة، بينما خرجت مظاهرات حاشدة في كل من الجينة وحيان وحي الفردوس والميسر والهلك وسيف الدولة. وأيضا خرجت من مسجد التقوى في سيف الدولة مظاهرة حاشدة، وفي السفيرة وفي قرية عويج اللي أول مرة تنضم إلى ركب الثورة، واليوم في كلية الميكانيك في جامعة حلب، وفي كلية الاقتصاد خرجت مظاهرات حاشدة، وفي كلية الهندسة المدنية، وفي دارة عزة انطلقت مظاهرة طلابية اليوم. أيضا في بلدة منغ في ريف حلب الشمالي خرجت مظاهرة طلابية. في حي صلاح الدين اليوم قامت مديرة المدرسة الشرعية للطالبات بصرف الطالبات مبكرا لدواعي أمنية، ومن ثم قام قوات الأمن بتفتيش المدرسة. وفي الحي المدين حملت اعتقالات عشوائية الآن بعد خروج المظاهرة من نزلة الجامعة وانتهاء المظاهرة، وقام قوات الأمن والشبيحة بضرب أحد المارة بمطرقة حديدية على رأسه واعتقاله من قبل الشبيحة. وفي حريتين اعتقال الحاج عمر الدان للمرة الثالثة من مكان عمله بالهول وهو يتجاوز 60 من العمر. أيضا قوى الأمن تقتحم الثانوية الشرعية تحت القاعة وتفتش المدرسة كلها حتى حقائب الطلاب. نعم. وفي حي صلاح الدين طار موكب تشييع من جامع بلال في حي صلاح الدين لأحد المجندين المنشقين، ما لبث أن انقلب إلى مظاهرة تطالب بإسقاط العصابة الأسدية ومحاكمتها. نعم. السيد أبو عبيدة الناطق باسم المجلس الثوري بحلب وريفها، أشكرك جدا. معنا الآن السيد أبو عبيدة الناطق باسم المجلس الثوري بمدينة حلب وريفها. أهلا وسهلا بك سيد أبو عبيدة. أهلا بك سيدي. سيدي الكريم، لو تضعنا في صورة آخر التطورات في حلب وريفها. نعم، ما زالت مدينة الأتارب محاصرة من قبل قوات الأمن والشبيحة، وتواجد أمني كثيف وانتشار القناصة على أسطحة المباني في مدينة الأتارب. وتجدد ليلا القصف المدفعي على هذه المدينة، بينما خرجت مظاهرات حاشدة في كل من الجينة وحيان وحي الفردوس والميسر والهلك وسيف الدولة. وأيضا خرجت من مسجد التقوى في سيف الدولة مظاهرة حاشدة، وفي السفيرة وفي قرية عويج اللي أول مرة تنضم إلى ركب الثورة، واليوم في كلية الميكانيك في جامعة حلب، وفي كلية الاقتصاد خرجت مظاهرات حاشدة، وفي كلية الهندسة المدنية. وفي دارة عزة انطلقت مظاهرة طلابية اليوم. أيضا في بلدة منغ في ريف حلب الشمالي خرجت مظاهرة طلابية. في حي صلاح الدين اليوم قامت مديرة المدرسة الشرعية للطالبات بصرف الطالبات مبكرا لدواعي أمنية، ومن ثم قام قوات الأمن بتفتيش المدرسة. وفي الحي المدين حملت اعتقالات عشوائية الآن بعد خروج المظاهرة من نزلة الجامعة وانتهاء المظاهرة، وقام قوات الأمن والشبيحة بضرب أحد المارة بمطرقة حديدية على رأسه واعتقاله من قبل الشبيحة. وفي حريتين اعتقال الحاج عمر الدان للمرة الثالثة من مكان عمله بالهول وهو يتجاوز 60 من العمر. أيضا قوى الأمن تقتحم الثانوية الشرعية تحت القاعة وتفتش المدرسة كلها حتى حقائب الطلاب. نعم. وفي حي صلاح الدين طار موكب تشييع من جامع بلال في حي صلاح الدين لأحد المجندين المنشقين، ما لبث أن انقلب إلى مظاهرة تطالب بإسقاط العصابة الأسدية ومحاكمتها. نعم. السيد أبو عبيدة الناطق باسم المجلس الثوري بحلب وريفها، أشكرك جدا. معنا الآن السيد أبو عبيدة الناطق باسم المجلس الثوري بمدينة حلب وريفها. أهلا وسهلا بك سيد أبو عبيدة. أهلا بك سيدي. سيدي الكريم، لو تضعنا في صورة آخر التطورات في حلب وريفها. نعم، ما زالت مدينة الأتارب محاصرة من قبل قوات الأمن والشبيحة، وتواجد أمني كثيف وانتشار القناصة على أسطحة المباني في مدينة الأتارب. وتجدد ليلا القصف المدفعي على هذه المدينة، بينما خرجت مظاهرات حاشدة في كل من الجينة وحيان وحي الفردوس والميسر والهلك وسيف الدولة.
وأيضا خرجت من مسجد التقوى في سيف الدولة مظاهرة حاشدة، وفي السفيرة وفي قرية عويجل لأول مرة تنضم إلى ركب الثورة، واليوم في كلية الميكانيك في جامعة حلب، وفي كلية الاقتصاد خرجت مظاهرات حاشدة، وفي كلية الهندسة المدنية، وفي دارة عزة انطلقت مظاهرة طلابية اليوم. أيضا في بلدة منغ في ريف حلب الشمالي خرجت مظاهرة طلابية. في حي صلاح الدين اليوم قامت مديرة المدرسة الشرعية للطالبات بصرف الطالبات مبكرا لدواعي أمنية، ومن ثم قام قوات الأمن بتفتيش المدرسة. وفي حي المدين حملت اعتقالات عشوائية الآن بعد خروج المظاهرة من نزلة الجامعة وانتهاء المظاهرة، وقام قوات الأمن والشبيحة بضرب أحد المارة بمطرقة حديدية على رأسه واعتقاله من قبل الشبيحة. وفي حريتان اعتقال الحاج عمر السيدان للمرة الثالثة من مكان عمله بالهول وهو يتجاوز 60 من العمر. أيضا قوى الأمن تقتحم الثانوية الشرعية تحت القاعة وتفتش المدرسة كلها حتى حقائب الطلاب. نعم. وفي حي صلاح الدين طار موكب تشييع من جامع بلال في حي صلاح الدين لأحد المجندين المنشقين، ما لبث أن انقلب إلى مظاهرة تطالب بإسقاط العصابة الأسدية ومحاكمتها. نعم. السيد أبو عبيدة الناطق باسم المجلس الثوري بحلب وريفها، أشكرك جزيلا. معنا الآن السيد أبو عبيدة الناطق باسم المجلس الثوري بمدينة حلب وريفها، أهلا وسهلا بك سيد أبو عبيدة. أهلا بك سيدي. سيدي الكريم، لو تضعنا في صورة آخر التصورات في حلب وريفها. نعم. ما زالت مدينة الأتارب محاصرة من قبل قوات الأمن والشبيحة، وتواجد أمني كثيف وانتشار القناصة على أسطحة المباني في مدينة الأتارب. وتجدد ليلا القصف المدفعي على هذه المدينة، بينما خرجت مظاهرات حاشدة في كل من الجينة وحيان وحي الفردوس والميسر والهلك وسيف الدولة. وأيضا خرجت من مسجد التقوى في سيف الدولة مظاهرة حاشدة، وفي السفيرة وفي قرية عويجل لأول مرة تنضم إلى ركب الثورة، واليوم في كلية الميكانيك في جامعة حلب، وفي كلية الاقتصاد خرجت مظاهرات حاشدة، وفي كلية الهندسة المدنية. وفي دارة عزة انطلقت مظاهرة طلابية اليوم. أيضا في بلدة منغ في ريف حلب الشمالي خرجت مظاهرة طلابية. في حي صلاح الدين اليوم قامت مديرة المدرسة الشرعية للطالبات بصرف الطالبات مبكرا لدواعي أمنية، ومن ثم قام قوات الأمن بتفتيش المدرسة. وفي حي المدين حملت اعتقالات عشوائية الآن بعد خروج المظاهرة من نزلة الجامعة وانتهاء المظاهرة، وقام قوات الأمن والشبيحة بضرب أحد المارة بمطرقة حديدية على رأسه واعتقاله من قبل الشبيحة. وفي حريتان اعتقال الحاج عمر السيدان للمرة الثالثة من مكان عمله بالهول وهو يتجاوز 60 من العمر. أيضا قوى الأمن تقتحم الثانوية الشرعية تحت القاعة وتفتش المدرسة كلها حتى حقائب الطلاب. نعم. وفي حي صلاح الدين طار موكب تشييع من جامع بلال في حي صلاح الدين لأحد المجندين المنشقين، ما لبث أن انقلب إلى مظاهرة تطالب بإسقاط العصابة الأسدية ومحاكمتها. نعم. السيد أبو عبيدة الناطق باسم المجلس الثوري بحلب وريفها، أشكرك جزيلا.